يوم احد الشعانين نفسه، احنا عندنا جنب طنطا على بعد حوالي 18 كيلو قرية صغيرة اسمها بيار. القرية دي فيها كنيسة الست العذراء في بيار، اللي هي كانت نزلت زيت فترة طويلة قوي. ما اعرفش حد تالي، بس هو يمكن بعيد عنكم، بس اكيد سمعتوا عن كنيسة العذراء ورحتوها كمان. يعني ما يتهيأليش حد بيروح يمة وجه بحري ما بيزورش كنيسة العذراء بيار، مشهورة جدا. والاب الكاهن اللي بيخدم في الكنيسة دي اسمه ابونا بولا. ابونا بولا ده اب قديس جدا، وعلاقته بالست العذراء بيقعد يكلمها ويحكي معاها ويتفق معاها على اتفاقات. يعني هنا ما بعدوش هنا. يعني ابونا بولا ده كان مصلي في الكنيسة بتاعته في بيار، قداس برضو احد الشعانين في نفس الوقت. فاثناء الاعتراف الاخير في اخر القداس، وابونا رفع الصينية كده، بصوا لقوا ابونا سكت. هو بدأ اول جملة في الاعتراف الاخير وقام ساكت، وقام بحلق ومبرق وقاعد باصص للشرقية، وفصل خالص 10 دقايق. وكل الشمامسة اللي وراه شايفينه مبرق وباصص للشرقية وماسك الصينية وفي حالة ذهول، محدش عارف ايه الموضوع ده. لدرجة الشمامسة الاشقية طبعا اللي بيخدموا على المذبح قاموا مطلعين الموبايلات بتاعتهم وقاموا مصورينه الصورة دي. والصورة انتشرت قوي لانها صورة بتبين دهشة غير عادية على وشه. وبعد كده قام رجع تاني لطبيعته وقام مكمل بقية الاعتراف الاخير، وخلصت القصة على كده. لا، ما خلصتش طبعا. بعد ما خلص القداس، لان القرية دي قرية صغيرة بس منها مكان مبروك، اغلب الناس اللي بيصلوا فيها بيبقوا من طنطا، بيروحوا يصلوا هناك في بيار. ولان كنايس طنطا كنايس بتبقى مزدحمة جدا، ففي ناس بتهرب من الزحمة وتروح تصلي في بيار. طبعا اول ما حصل التفجير عندنا في الكنيسة، كله بالموبايلات اتصالات ما بين الناس وهنا وهنا، وقالوا لهم ده حصل كذا وكذا ومش عارف ايه والكلام ده. فابونا خلص الاعتراف الاخير ولقى فيه قلق وهي سودوشة للشمامسة. فبيقول لهم في ايه؟ قالوا له يا ابونا ده حصل تفجير في كنيسة ماري جرجس في طنطا، وشمامسة كتيرة سافروا للسماء. قال لهم شفتهم كلهم. ايه الحكاية؟ وهو رافع الصينية وبيصلي الاعتراف الاخير، بص لقى صورة السيد المسيح الجالس على العرش نورت وبرزت من مكانها، بقت اكنها مجسمة ومنورة. وبعد كده شاف شمامسة من ظهرهم جايين بلبسهم يمين وشمال المذبح كده، وداخلين على السيد المسيح في الشرقية، ويقوم حاطط الإكليل على راسه، والشماس ده يقوم داخل جوه السيد المسيح جوه الصورة ويختفي. تنهم جايين يمين وشمال وهو قاعد بيبص مذهول من المنظر. فأول ما قالوا له قال لهم شفتهم كلهم. فده بيبين ان ربنا كللهم، هو اللي كللهم بذاته. والرؤية دي حصلت وقت الحادثة نفسها. الرؤية التانية اللي انا هقولها لكم دي بتبين ايه؟ ان ربنا اختار ونقى. عارفين زي لما بيقول لنا في الكتاب المقدس ان هيكون 2 قاعدين يعجنهم و2 قاعدين على راحة ربنا، هتؤخذ الواحدة وتترك الاخرى. هو ده اللي حصل بالظبط كده. في الرؤية التانية دي لما في المجموعة اللي سافرت السماء دول من 30 19 واحد منهم شمامسة. وشمامسة ايه؟ اللي هو واحد منهم كتر خير، شمامسة من اللي الواحد منهم يشيل قداس لوحده. يعني شمامسة عتاولة حافظين ودارسين وحلوين قوي. فكان من ضمن السن ده اللي هم بتوع الثلاثينات 35 قبل ال40 بشوية، كان في واحد من السن ده ابن اب كاهن عندنا في الكنيسة متنيح من فترة، والابن ده متزوج وعايش في القاهرة، له شغله الخاص بيه. فلما سمع انهار جدا
بقى فلان صاحبي اللي انا طفولتي معاه واللي كنت بحفظ معاه الحان في لحظة ما عادش موجود. لانه خلي بالكم الموضوع ما هو سهل ابدا ابدا. فانزعج جدا ويقولوا له ده فلان كمان وفلان كمان، اتجنن. فهو الانسان ده على علاقة طيبة بواحد راهب اب مبروك قوي اسمه ابونا انجيلوس الانطوني. تسمعوا عنه؟ ابونا انجيلوس الانطوني برضه ده مشهور خالص. ده واحد من الاباء اللي حكى وتنبأ عن احداث الفترة المنيلة بنيلة دي بتفاصيلها وبمواعيدها ومشيها امتى وازاي، وعلى مشي الرئيس السابق حكاها بالتفصيل التفصيل. اب مبروك جدا، هو من دير الانبا انطونيوس، ودلوقتي لهم دير او مزرعة موجودة في وادي النطرون عايش فيه. المهم كلم في واحد بيخدم ابونا ده، فالاخ ده كلمه قال له انا تعبان خالص، هو ابونا فين؟ انا عايز اروح له اقعد معاه. فقال له ده ابونا موجود في القاهرة علشان بيكشف عند مستشفى الحياة، فتعالى له. ودي حاجة كانت صدفة يعني ان هو يبقى موجود في القاهرة في وقتها. ما كدبش خبر وقام جاري وقام رايح لابونا، واول ما قعد معاه اتفتح في العياط. قال لابونا اخواتي اصحابي عشرة العمر و كلهم راحوا. فقال له ده انا كنت موجود هناك. قال له كنت موجود هناك فين يا ابونا؟ قال له في كنيستكم. قال له انت رحت كنيستنا؟ قال له اه. ابونا ده عمره ما راح لا طنطا ولا كنايس ولا، ده حركته قليله جدا. قال له اوصف لك كنيستكم. احنا الكنيسه بتاعتنا هي كنيسه اثريه، هي مبنيه من سنه 34 واللي بانيينها ناس ايطاليين، فليها شويه حاجات كده مختلفه عن الكنائس الثانيه. فقال له كنيستكم حامل الايقونات بتاعه ترتيبه كذا وكذا وكذا. كرسي الاب الاسقف مش موجود هنا، موجود في مكان تاني. قعد يوصف له الكنيسه ويقول له ترتيب الصور ترتيبها مختلف عن الترتيب العادي. وصف له الكنيسه كلها. قال له انا كنت موجود في الوقت ده. قال له احكي لك بقى ايه اللي حصل. قال له ايه يا ابونا؟ قال له انا كنت موجود في الكنيسه ولقيت رب المجد يسوع خارج من الهيكل، وبعدين قام رايح على يمة الشمامسة اللي واقفين على الجهة دي، وبقى ظهره ووشه وش في وش كده. وقف قدام اول شماس، وبعد كده يتنقل على الثاني على الثالث على الرابع على الخامس، خد الصفة كلها. يقول له يقف قدام شماس الاقي الشماس ده نور، ويقف قدام واحد تاني الاقيه تنزم هو، وقام جاي ملاك حارس من وراه محوط عليه. ويقف عند واحد تاني ينور، واثنين ما ينوروش، وواحد ينور. خلص الصفة بتاع الشمامسة دي، الصفة بتاع الشمامسة دي. وبعد كده قام نازل واخد اول صفة رجالة هنا، لان هو التفجير خد الشمامسة اليمة دي، صفة الرجالة صفة الشمامسة دي، لفهم هو بنفسه السيد المسيح. وقام واقف عند صفة الرجالة الاولانيين عمل نفس الكلام، يقف عند واحد وينور واحد ما ينورش، وقام مخلص وقام جاي واخد صفة الشمامسة التانية دي، وقام داخل الهيكل. مجرد ما دخل الهيكل حصل التفجير. بيقول حصل التفجير، بيقول له شفت كمية ملايكة وقديسين غير عادية. قال له شفت ماري جرجس، شفت ماري مينا، شفت ابو سيفين، شفت الست العذراء، شفت ملايكة كتير جدا جدا وقديسين انا مش عارفهم، يعني ما هواش عارف كل القديسين طبعا من شكلهم. والملايكة بيقول له كانوا الشظايات اللي هي كانت موجودة في الحزام الناسف ده حاجات حديد مسلح كده متقطعة سنتي كده. فالملايكة كانوا بيقفوا يصدوا بايديهم الشظايات علشان يمنعوها عن الناس. وبيقول له كانوا يصدوها، فتصد هنا وترجع تروح لواحد تاني، يبعتوها لواحد. احنا عندنا واحدة متصابة موجود كانت قاعدة في اخر صفة في الستات في الكنيسة، يعني علشان تروح لها شظية دي كانت تعدلها على 700-800 واحد، مستحيل. ده قاعدة تخرم كده وتطلع وتنزل ومش عارف ايه، راحت لها بعتها لها يعني. فقال له
الملائكة كانوا موجودين وقاعدين يصدوا ويحوطوا، والناس دول ربنا اختارهم. قال له شفت الدمار والخراب اللي حصل في الكنيسة. قال له زعلان بعد كده؟ قال له لا يا ابونا، يا ريتني كنت معاهم، يا ريتني كنت انا واقف في وسطهم وربنا اختار. فقد ايه ان هو ربنا نقى. طب نقى كده وخلاص؟ لا لا لا، نقى وبص ودور على الناس الشهود الأمناء للمسيح اللي قدموا سيرة شاهدة ونقية وأمينة في حياتهم، سواء كانت طويلة كبيرة، ما كانوا مسؤولية، ما فيش أي مسؤولية. ده في واحد منهم إنسان بسيط جدا جدا جدا، والناس ما عرفتش اسمه، هو من شعب الكنيسة، ما عرفتش اسمه غير في ايام الحادثه. يعني لما اتكتب اسمه بس كده بقى اسمه معروف وتردد عند الناس. الراجل ده كان يقوم الصبحيه، هو على المعاش برضه، كان يقوم الصبحيه ويقوم يعني يقعد يصلي الاشبيه كلها من باكر لحد نص الليل على قد ما يقدر. مراته تقول له هو في حد في الدنيا يعمل كده؟ ما تصلي الصبحيه باكر ولا الثالثه، وبعد شويه نصلي الستة التاسعة، نصلي بالليل الغروب والنوم، نصلي نص الليل. قال لها حد ضامن عمره؟ انا لا دام عندي وقت اخلص الاشباه كلها، انا مانيش ضامن لو ربنا خدني وما صليتش غير صلاتين 2 هيقول لي انت كده مقصر. شوفوا الفكر، ممكن الفكر ده اي حد يتريق عليه. مراته كانت بتقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ في حد يقعد يصلي صلاة نص الليل الساعة 9 الصبح والنهار لسه طالع؟ اي فرصة تجيله يقعد يصلي، اي فرصة تجيله يقعد يقرأ في الكتاب المقدس. ساعات تقول لي زوجته دي تقول لي ساعات ممكن يبقى في اليوم كله ما قراش، لان هو كان بيخدمهم ويشتري لهم حاجات ويخدم ولاده وكده، انسان كان حلو قوي. كان ممكن في يوم يقعد يصلي 2 و3 ياخد الاشبيه كلها، ممكن في يوم 10 دقايق. ممكن يقعد يقرأ في الكتاب المقدس في يوم الصبحية كلها بمعنى كلها، وممكن يوم تاني ما يقدرش على حسب. طالما لقى فرصة يتنيه لحد ما يجيله حاجة تشغله، يتنيه يقرأ ويصلي، وما لا خادم ولا معروف ولا شماس ولا اي حاجة خالص. فهم دول اللي هم ربنا يختارهم ان هم يكونوا شهداء. فالشهادة والاستشهاد هم وجهين لعملة واحدة. مش ممكن الإنسان يصل إلى الاستشهاد من غير ما يكون شاهد أمين للمسيح. فالطريق اللي احنا لازم كلنا نسلك فيه ان احنا نكون شهود أمناء للمسيح. اديتكم أمثلة كتير في كل حاجة. أي واحد منكم من اللي قاعد في الكنيسة دلوقتي عارف ازاي يشهد للمسيح. لا ابونا هيعرف يقول له، ولا الكنيسة هتعرف تقول له، ولا اي حد. هو عارف ازاي يبقى امين مع المسيح، عارف ازاي ان هو ما يضيعش لحظة واحدة ما يكونش هو شاهد امين للمسيح في كل حياته وفي كل تصرفاته. ربنا يدينا ويديكم ان احنا نكون شهود امناء للمسيح، علشان نكون مقبولين امامه ونسمع كلنا الصوت المملوء فرحا ناعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك وله المجد الدائم الى الابد ابديا امين. Ante nostros volengamos o anchois Jesus be Christus. Sotiamo novodainan Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie flogison, aminos moiros, simatan Iacobi evul gombi esmo. Amen بخريستوس بالنوتي
المسيح لنا ملك السلام، اعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، ان لك الملك